مساء الخير. مساء الفل. كنا بنتكلم على العلاقات وازاي ان العلاقات بتبوظ ما بتكملش فبتؤدي الى ان ما يبقاش في ارتباط او الارتباطات ما تكملش وبالتالي تأخر الجواز او تأخر الارتباط. واتكلمنا على ان احنا واحدة من الحاجات ان احنا عشان نتجنب الألم فانا ادخل نفسي في علاقات مستحيلة هي عمرها ما هتوصل اصلا لعلاقة. احسن من ان انا ادخل في علاقة ممكن في الاخر استمرار العلاقة ده يوصل لألم. الاحتمال التاني اللي كنا بنتكلم عليه هو مثلا فكرة الخوف من الارتباط. أنا مش عايز ارتبط. واحد يعني زاوية منها اللي كنا بنتكلم عليها عشان الارتباط ما يوصلش القلق. ايه تاني ممكن يخوف الناس من الارتباط؟ فكرة ان انا مثلا ابقى محدد اسلوب معين لحياتي، نمط ما مرتب حياتي كده زي ما انا مرتب دولابي بشكل معين، تفاصيل معينة. التفاصيل دي انا اللي عارفها لوحدي، فدخول ومشيت على ده فترة زمنية طويلة. فبقى من الصعب ان حد يدخل يغير حاجة في الترتيب ده. فانا مش عايز وجع دماغ، يعني انا الدنيا مترتبه وحلوه كده ومتستفه زي ما هي، فانا مش عايز حد يدخل يغير لي الترتيب ده بالظبط. فاسهل لي ومنطقه راحتي هي اللي هتبقى حكماني ساعتها، منطقه راحتي في ان انا ابقى لوحدي. هل الفرق ده اكتر رجاله ولا الستات بيفكروا او بيبقى عندهم الفكره دي؟ والله يعني زمان كان رجاله بس، دلوقتي بقى رجاله وستات. لانه كمان طبيعه الحياه، يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت، نتيجة رتم الحياة. فبقى كمان الست ليها شكل معين من الحياة عملت له، بقت بتألفه يعني. فبقى منظم بشكل ما. طب ده حله مثلا في ان انا اشوف المرونة بتاعتي مثلا في الحياة، ولا ايه هو يعني ايه اللي ممكن يحل المشكلة دي؟ انا محتاجه اشوف اصلا ايه مكاسبي وخسائري الحقيقيه من النمط ده، من الشكل ده في الحياه. هو انا كسبانه ايه منه؟ لان مفيش حد بيكمل في نمط الا ولو منه مكسب. صح. فانا محتاجه اراجع مكاسبي ايه بقى من النمط اللي انا عايشاه ده، وايه هي اولوياتي اصلا، وايه اهدافي. طيب هو انا دلوقتي خايفه على تبويظ الترتيب على حساب ايه؟ يعني أنا حاطة ده أولوية على حساب إيه وعلى حساب مين؟ فمحتاجة إنسايت برضو، أقعد مع نفسي كده وراجع تاني حساباتي، أشوف أنا عاملة ده عشان إيه، عشان مكسبي منه إيه وخسايري كمان منه إيه. لأنه أنا ببقى مكملة عشان مش مدركة الخسائر، لسه مش لمساها. فمكمل في ان انا اعيش لوحدي لان انا دلوقتي مش، وده الكلام اللي بيتقال دايما للناس اللي بتتجنب العلاقات بالشكل ده. خلي بالك او خلي بالك لما هتكبر هتبقى محتاج حد ما اعرفش ايه وحد تسند عليه والكلمتين دول يعني. فما بيبقاش شايف اصلا الخسائر بتاعه الموضوع. بالظبط. طيب النمط التاني بقى اللي هو بتاع تعدد العلاقات. انا هدخل في علاقات كتير وفي الاخر كله بيبوظ. طيب ايه الدافع بتاعي ان انا ادخل في علاقات كتير اصلا؟ هناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا. ده الدافع بتاعي، انه انا خايف يفوتني حاجه، او انا ديب انسايد حاسس ان انا مش كفايه في علاقه واحده. يعني انا مش هبقى كافي لحد واحد، انا فيا يعني مشكله ما او عده مشاكل تخليني غير صالح اني اكون في علاقه طويله المدى. فبالتالي قبل ما هو يمشي انا همشي اشوف حد تاني. ده بيبقى ديب انسايد موجود. ده مشكلته في ايه؟ في انه بيخليني ادوق الحلو من كل علاقه، ولكن انا ما دخلتش في كور العلاقه، انا ما دخلتش في علاقه حقيقيه اصلا. كل دي علاقات من على الوش كده، احنا بنشوف الحاجه من على الوش، انما ما دخلناش في الكور بتاع العلاقه، ما دقتش يعني ايه علاقه هو أصلاً. عكس الظاهر ان ده او دي ده علاقه هنا وعلاقه هنا وعلاقه هنا وبتاع، وان ده شخص يعني واثق من نفسه بتاع، وفي الحقيقه العكس. انا مش واثق من نفسي كفايه ان انا هعرف احافظ على العلاقات او هعرف اكمل في العلاقات للاخر. فالاحسن ان انا اخليها سطحيه او اخليها من على الوش وادخل في ده اخرج منه، ادخل في ده واخرج منه من غير ما ابقى مكمل في علاقه للاخر. الحقيقه ان مخنا ما بيبقاش بالمباشره دي، مخنا دايما بيلبس عبايات مختلفه تخلي الافكار مقنعه جدا جدا. يعني هقولك مثلا ان انا
ايه اللي يخليني ابقى ملتزم في علاقه واحده طالما انا عندي الافيلابيلتي ان انا ابقى في اكتر من علاقه، او ان انا لو علاقه ما ريحتنيش اروح ناحيه علاقه تانية؟ يعني ايه اللي يخليني اعمل كده؟ او ما احنا بنبقى في علاقه ومبسوطين وكويسين وكل حاجه، واحنا الاتنين بنبقى على السيم لاين، يعني ما هي كمان مش عايزه تدخل في علاقه. او انا ايه اللي يخليني ابذل كل طاقتي ومجهودي واجمع فلوس واروح من هنا واجي من هنا عشان اصرف على حد؟ ليه؟ فدايما مخنا بيجيب لنا دلائل او افكار منطقيه جدا تخليني ابقى مكمل في الباترن، هو ما بيجيش بالمباشره دي. طيب الاكستريم بتاع القصه دي موجود في الغرب في بعض الاوقات وبدا يبقى موجود هنا. طب خلينا في اوبن ريليشن شيب، يعني في علاقه مع بعض بس العلاقه مفتوحه بقى، اي حد يعمل اي حاجه. ساعات بيتحط لها قوانين، ساعات بتبقى مفتوحه وخلاص. في رايك ده طالع برضو من فكره انا مش كفايه، او ان مش عايز حاجه تفوتني؟ برضو من ضمن العبايات بتاعت انا مش عايز حاجه تفوتني، انه انا ليه ابقى محدد؟ لو دخلنا في مصطلحات اكتر شويه، البولاجامي والمونوجامي، انه انا ابقى محدد بشخص واحد بس، او عندي فرايتي، ما انا ما بكدبش على حد، ما هم هيبقوا عارفين وانا عارفه، واحنا الاثنين اوكي. ده جزء منها ان انا مش عايز حاجه تفوتني، وفي نفس الوقت هو خوف من اني فعلا مش كفايه، انا مش كافي في العلاقه دي، او انا عند حته معينه الشخص اللي قدامي هيكتشف فيا حاجه فهو هيمشي، هيسيبني. فهو ده يرجعنا للي كنا بنتكلم عنه الحلقه اللي فاتت، نبوءتي انا عن نفسي ايه؟ ايه هي نبوءتي عن نفسي؟ ايه هي افكاري عن نفسي؟ ان انا هتساب بسهوله، فالاحسن ابقى في اكتر من علاقه عشان لو واحده باظت الاقي الثانيه تسند. بالظبط، او البي احتياجاتي المختلفه. ما هو اصل ما فيش شخص فيه كل حاجه، فانا عايزه اكسب كل حاجه. دكتور وفاء عبد اللطيف دايما تقول لنا اللي بيكسب، اللي بيبقى عايز يكسب مكسبين بيخسر خسارتين. يعني لو انا عايز ابقى في علاقه ما فيش فيها كوميتمنت، فانا عايز اكسب المكسب بتاع الحريه، ابقى حر، لانه الكوميتمنت بيقيد، فانا عايز ابقى حر، فاكسب حريتي، وفي نفس الوقت اهو انا دخلت في علاقه، فانا اخدت المكسبين. اكشلي انت خسرت الخسارتين، لانه لا دي كانت حريه حقيقيه، ولا ده ولا دي ريليشن اصلا حقيقيه. انت ما دخلتش في ريليشن، ده يدوب من على الوش. فهم العمق العلاقه، او ايه اللي ممكن عمق علاقه يدهولنا، او بيفرق معانا روحانيا ازاي؟ ان يبقى انا عندي علاقه بقالها فتره طويله، ليها معنى معين، ليها معطيات معينه جوه حياتي. ليه العلاقات الطويله بتفرق معانا؟ لانه احنا بنتشارك مشاركه حقيقيه. يعني احنا مش بنكمل بعض العلاقات، احنا ما بنخشش عشان نكمل بعض، لا احنا بنخشها عشان كل حد فينا له كيان. ده العلاقات اللي هيلثي بقى، ولا العلاقات اللي بكواليتي محترمه. انه انا ما بدخلش عشان انت تديني حاجه وانا اديك حاجه، لا، احنا كل حد فينا بمساحه، واحنا الاتنين في بينا مساحه مشتركه. يعني بديك من فيض، احنا كاملين، او يعني عندنا اشباع بدرجه معينه، فبالتالي انا اقدر ادي وانت تقدر تدي، فده بنلتقي في مساحه مشتركه احنا الاتنين فيها، بناخد بقى من المبنى ده، لانه اي علاقه عامله زي البنى. فكأن انا ببني دور وانت بتبني دور، وهكذا لحد ما يبقى عندنا بنى. فالبنى ده وقت ما نحتاج نحتمي، وقت ما نحتاج سكن، وقت اللي هو المعنى اللي موجود في القرآن، المودة والرحمة والسكن، انه ده يبقى موجود. actually ده بيتبني بمجهودي وبمجهودك، احنا الاتنين بنحط مجهود. طب لو انا اساسا بقى ما عنديش المنتاليتي بتاعت ان انا احط مجهود في حاجة، وان انا شايفة الموضوع as a person، يعني انا حد حملاك او انت هتملاني، فاحنا كده قاعدين بنخبط في بعض، مش بنبني في العلاقه. كنت دايما بقول الناس بتبدا دايما بالعلاقه بان احنا كويسين قوي مع بعض، وبعدين بحس ان انت اديتني بدل 100% اديتني 90، وانت بتستخسر فيا، طب والله لا اديك 80% من اللي اقدر اديه. ايه ده انت بتديني 80%؟ طب هديكي 60% من اللي اقدر اديه. ايه ده انت مش عارف ايه. نقعد نقل لغايه لما في الاخر ما يبقاش فيه اصلا اي انبوت جوه العلاقه، لان كل واحد فينا قاعد يستخسر في التاني اللي هو يقدر يديه في العلاقه.
او انت اديت او انت اديت، انا مش هدي بقى حاجه حلوه، اللي انت حط اللي الشخص الاخر ده حطه حلو ورضا كده كفايه، بالظبط. ومش عايزين حاجه تانية. في الاخر ده اللي بيخلي ان العلاقه تنهار والعلاقه تبعد عن بعضها، بالظبط. لان ايد واحده ما تسقفش، يعني اللي هو كل واحد مظبوط. هيدي، هيقعد يدي وخلاص، مظبوط. والتاني ما بيديش، او ان احنا اتنين نقعد نستخسر في بعض. وفي الاخر المخزون بتاعنا بتاع الاستثمار في العلاقه دي قاعد يقل 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 لغايه لما هيروح. بالظبط. وده راجع انا داخله العلاقه بايه، يعني انا داخله العلاقه بايه، ايه المينتاليتي اللي انا داخله بيها العلاقه اصلا. هو انا داخله العلاقه عشان تبقى انت العوض وانت بابا وانت ماما وانت انور وجدي وانت كل الناس، ولا انا داخله فعلا لان انا واصله لمرحله من النضج والاكتمال وان انا بقيت عارفه انا مين وعايزه ايه في الدنيا، فانا مستعده دلوقتي ان انا اشارك حد، ولا انا داخله عشان انت تعوضني عن كل اللي فاتني وعن كل اللي ابويا ما اداهوليش وامي ما ادتهوليش واللي ما خدتوش من بيتي، فانت اللي تبقى ده. فبتتحول العلاقه الى انها تبقى ادوار، ابقى انا ضحيه وانت منقذ مثلا، او ابقى انا داخله بدور الام وبعمل لك كل الحاجات في حياتك وبحل لك مشاكلك وبسمعك وبحتويك وبتفهمك وكل الحاجات، فانت بالنسبه لي تبقى ابني. فمين بيعيط بقى في القصة دي؟ أنوثتي، لأنها بتتوارى في الخلف، واللي بيبقى طالع مني دور الأم، إن أنا أم دلوقتي حللت مشاكل. أو لو أنت بالنسبة لي أبويا اللي بيسدد لي احتياجاتي وبيعمل لي كل حاجة وهيعوضني، فأنا بالنسبة لك طفلة. فبالتالي بعد شوية لو بقى في أطفال، يعني في أولاد، هحس مشاعر غيرة حتى تجاههم، أو هبقى متطلبة بزيادة، فده هيخليك انت تبقى فلود، فبالتالي احس ان انت مش قادر تنسحب. انا حد يمين ولا لمين او همارس الابوه دي. اوكي ماشي، بس انا فين بقى؟ انا احتياجي انا كبني ادم كراجل، او احتياج الست كست، ان هو بتوه في وسط التوهان ده، وان تلخبطت الادوار دي. بالظبط. فلاقي نفسي انا متلود وانت متلود ومش مش عارفين هو العطله فين. فاللي يبقى باين بره في اخر سطر ان انا بديك كل حاجه وبعمل لك كل حاجه وبحل لك كل مشاكلك ومعاك على السراء والضراء، وانت نفس الحكايه تبقى مش ملاحق. بس اكن تعدد العلاقات هنا بقى ما بقاش تعدد العلاقات بس اللي هو مونوجامي وبولاجامي، ولا بقى تعدد العلاقات حتى بيني انا، علاقتي انا مع مثلا مع جوزي او مع مراتي كراجل ولا زوج ولا اب ولا وان الدور بتاع الكابل نفسه يتوه في وسط الادوار التانية. بالظبط كده. عشان كده بنقول دايما ان احنا بنحتاج نراجع ده مع نفسنا. هو انا ايه بقى في دول؟ انا فين؟ انا ايه دوري الحقيقي في كل دول؟ هو انا بتعامل في العلاقة دي على اي اساس؟ يعني لو خدناها من منظور التحليل التعاملات transactional analysis، إنه جوه كل واحد فينا فيه child و adult و parent، طفل وراشد ووالد. فكل واحد فيهم له صفات وكل واحد فيهم له أنواع. فمثلا الطفل عنده كذا نوع، يا إما الطفل الغلبان المنزوي اللي لما بتحصل حاجة بتضايقه وتزعله بياخد جنبه وينعزل ويعيط في صمت، أو الطفل الغضبان اللي لما بتحصل حاجة بيضايقه بيدبدب ويصرخ ويفرج عليهم أمة لا إله إلا الله، أو الحر اللي متسددة كل احتياجاته فهو آمن مطمئن منطلق في الحياة. فأنا محتاجة أراجع بقى أنا بيطلع مني إيه إمتى؟ اللي قدامي بيدوس لي على أنهي زرار، فأنا بيطلع مني طفل ولا بيطلع مني مثلا parent بتاع لازم صح غلط مفروض العلاقات ليها سقف معين، أو سوري التعاملات اللي بينا ليها سقف معين مش هتطلع عنه. فده بالتالي لو أنا اتأكتفت جوايا التشايلد هتتأكتف في اللي قدامي بالتبعية البيرنت، والعكس لو اتأكتف أنا عندي البيرنت اللي قدامي هيأكتف التشايلد. طيب الحالة الصحية فين؟ الادلت تو ادلت. بالظبط. الادلت ده هو رمانة الميزان، ده اللي بياخد بيسمع من هنا وبيسمع من هنا وبيعمل ميكس يطلع منه كده حاجة لا هي طالعة من التشايلد المندفع العاجز الاعتمادي، ولا هي طالعة من البيرنت بتاع اللازم والصح والغلط والمفروض. حكمة ورحمة، طالعة من حكمة ورحمة، تعقل، منطقية. مش صحي ان احنا نكنسل الاتنين التانيين،
ان احنا نعيش بدون يبقى parent عندنا و child. الوعي، انا بمارس انهي دور دلوقتي واللي قدامي بيمارس انهي دور، فبالتالي نقدر اننا نوزن ونرجع تاني للتعامل اللي هو الناضج للناضج او بالظبط. الادلت ادلت، اللي هو يخلينا نعرف نبص العلاقه رايحه فين، بتقع، بتتحسن، بتتشوه، ولا ماشيه بالشكل اللي ينميها ويكبرها كل شويه. بالظبط. وان احنا الاتنين يبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نبقى بنعمل عشان العلاقة مش بس عشان نفسنا. حلوه جدا الختام ده، شكرا جزيلا.